بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والرضا والهنا على كل حبايبي ومتابعيني اللي شرفوني في قناتي واللي لسه كمان هيشرفوني. أهلا بكم بفيديو جديد. قبل ما ابدا الفيديو بفكركم دايما بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتنزلوا تفعلوا الجرس للكل عشان كل ما انزل حاجه جديده يوصلكوا بها اشعار جديد على خير ان شاء الله. كل حبايبي واخواتي يلا بينا مع بعض نعمل احلى مستردة في البيت بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه ومضمونه كمان في البيت، وهتشوفوا النتيجه روعه. يلا بينا نقول مكوناتنا على بركة الله. عندي هنا المكون بتاعي الخردل. اول حاجة الخردل لازم نقول احنا هنستخدمه ازاي. الخردل لازم ننقي الحباية الصفراء اللي زي دي، ما تكونش لونها اسمر ولا تكون اكبر من كده، لازم تكون زي دي بالظبط كده. النتيجة هتبقى روعة ومضمونة وهتخرج لك مستردة ممتازة. غير كده ما تشتريش الخردل اللي لونه اسمر او الحباية اللي اكبر من كده. عندي هنا المكونات التانية، عندي الكركم، وعندي معلقة من الجنزبيل ومعلقة من السكر، معلقة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الملح، وعندي هنا معلقتين من الزيت، نص فنجان من الخل، كوباية من المية. بأكد عليك انك انت تستخدمي نوع الخردل ده. عندي هنا انا طحنت الخردل، هضيف اليه الجنزبيل بس دوسي عليه شوية وطحنيه كويس جدا عشان يبقى ناعم، وكمان معلقة السكر ونص معلقة الفلفل الأسود وكمان الكركم. يعني كل المكونات اللي معانا هنحطها في الخلاط، وهنضيف معلقة الملح. كده كل المكونات الجافه بقت تمام معانا. هنضيف هنا نص فنجان الخل وكمان فنجان الميه ومعلقتين الزيت اللي معانا، ونضربهم ضرب كويس جدا جدا في الخلاط عشان نحصل على القوام المطلوب. احنا عايزين قوام ناعم وحلو جدا. كده انا هضربهم ونرجع نشوف احنا هنعمل ايه. عندي كده ضربتهم، شايفين الجمال والقوام بتاعه عامل ازاي. اعمليها في البيت بطريقه سهله ومضمونه ونظيفه، وشوف الكميه اللي قطعت معاكي عامله ازاي. كميه حلوه وكبيره وهتقضيكي سنه كامله من غير ما تفسد ولا يحصل لها اي حاجه. بكل المكونات اللي انا عملتها فيها دي هتبقى ممتازه. بوريكم القوام بتاعها، شايفين قوامها حلو ازاي. تستخدميها بقى في التتبيلات بتاعتك للفراخ، تستخدميها للمشويات. سهلة وبسيطة واقتصادية ومفيش أجمل ولا أحلى من كده في البيت ولا أنضف من كده كمان. تضيفي التوابل اللي انت عايزاها، توابل لحمة، توابل فراخ، اللي انت حباه واللي هتتبلي بيه في الوقت اللي انت هتستخدميها فيه. اللي انت عايزاه اعمليه فيه. ان شاء الله انا هبقى انزل لكم التوابل دي حلوة جدا جدا وسهلة وبسيطة في البيت ومضمونة كمان، وجايبة حاجاتك وانت عارفة انت هتعمليها ازاي. كل اخواتي وحبايبي شايفين القوام والجمال بتاعها عامل ازاي. حلوة جدا جدا. يلا بسرعة عشان تقومي تعمليها وتجهزيها. متشتريهاش من بره كتير، مضمونة في البيت وحلوة جدا. كل اخواتي وحبايبي لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة، لايك للفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. ألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل في فيديو جديد على خير يا رب دايما إن شاء الله.